كابتن حمادي، ممكن اللي يخرج الشرطة والزوراء من البطولة يكون المرشح الأول مباراتكم بنصف النهائي أمام الكرخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول مبروك لجميع الفرق اللي تأهلت إلى نصف النهائي. أكيد إنه فريق القوة الجوية اليوم وصوله يعني شيء طبيعي جدا. تعرف فريق القوة الجوية إنه كان منافس على لقب الدوري وعلى الكاس، وخصوصا إنه في مباراة الكاس لعبنا مباراة جدا قوية. أخرجنا يمكن أفضل فريقين متواجدين بالدوري اللي هو فريق الشرطة وفريق الزوراء، فالوصول إلى هذا المكان استحقاق طبيعي. فالفرق الأربعة اللي وصلت إلى هذا المربع تقريبا يعني الفرق يعني متقاربة، وأكيد أنه وصلوا لهذا المكان باستحقاق وجدارة. المهم أنه فريق القوة الجوية أنه قادر إن شاء الله على تحقيق نتيجة المباراة والوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب إن شاء الله. فهذا يعني أبسط شيء أنه نقدر كلاعبين أنه يقدموه هدية لجمهور القوة الجوية أكيد، وأنه يطلعون في موسم في بطولة الكأس إن شاء الله. عن مستقبل الصقور، خصوصا وأن حمادي أحمد هو عراب الصفقات بالنسبة للقوة الجوية. بصراحة إن شاء الله المستقبل آمن جدا. هناك كثير من عندنا لجان يعني مختصة في اختيار اللاعبين واستقطاب اللاعبين، يعني أسماء رياضية، أسماء من أبناء نادي القوة الجوية في لجنة يعني، وأكيد إنه إحنا مشرفين على هذه اللجنة، أنا والكابتن هيثم كاظم وبعض الشخوص في الإدارة، فإن شاء الله المستقبل آمن. الحديث عن مغادرة عدد كبير من لاعبين القوة الجوية. لا ماكو هيك حد شيء طبعا. محتفظين بجميع لاعبينا، لاعبين نادي القوة الجوية، وكل اللاعبين لهم معزة كبيرة ومعزة خاصة. تعرف يمكن أغلب اللاعبين أو كل اللاعبين هم أصدقائي، فإحنا محافظين على كل اللاعبين يعني، إلا اللاعب اللي يقول أنا ما أريد هذا بحث آخر. إلا إحنا معتزين بجميع اللاعبين المتواجدين حاليا. مستقبل كادر التدريبي للقوة الجوية بقيادة المصري مؤمن سليمان. والله ممكن انه يبقى بالدوري، ممكن او ما يبقى، فهذا الشيء بعد يعني بعد هسه لحد الان انه احنا ما مفكرين به طبعا. حاليا انه هو المدرب ممكن نتيجة الكاس يعني مو شرط قد يستمر او لا يستمر.